نيجي لموضوع بقى النظام الخلافي بتاع الاحتياطيين. ايوه. اللي فوجئنا بالسيد عمرو موسى قال ان هيئة المكتب اجتمعت وقالت اقصاء الاحتياطي ما يحضرش الجلسات. ليه يا عم عمرو؟ قال لا ده انتوا مالكوش حق التصويت. قلت له كلام جميل، طب ما انا عندي المادة الاولى بيقول للاحتياطي والاساسي حق حضور الجلسات وليس للاحتياطي حق التصويت. طيب اهو المادة ما بتقول انا ماليش تصويت بس اقعد. هو منعكم من لا مانع دخولنا، وبيقول ان التصويت سري. طب عمرو بيه وسلماوي بيه وذو الفقار دول بيقعدوا في تكييف والعربيه مكيفه ويروحوا اوضه النوم مكيفه. انا كنت قاعد مع الفلاح على غابته الحماره امبارح وقال لي ده ملوش علاقه دقيقه واحده يا اختي استني. اتفضل. بيقول لي هو ايه يعني تخلوا التصويت سري؟ معنى ذلك ان انتوا مفيش شفافيه، معنى ذلك ان انتوا جاي لكم بتطبخوا الدستور جوه. معنى ليه ان انتوا ما بتدخلوكوش؟ عشان ما يحصلش انشقاق جوه اللجنه، متهيألي ده لا لا مفيش انشقاق يا اختي. انا هقول لك على حاجه. طب انت في وجهه نظرك ليه؟ في وجهه نظرك ليه؟ في وجهه نظرك ليه ممنوع؟ مش عارف. او ان التصويت سري ليه؟ مش عارف ليه. قال لكم ايه؟ قال لكم ايه سيد؟ قال التصويت سري. عشان كل واحد يقول اللي عنده بدون احراج. عشان ما يحصلش نوع من انواع التاثير على بعض الناس. التصويت سري يعني ايه يا سيادة اللواء؟ يعني ايه تصويت يعني كل واحد يعني يقول نعم. لا مش في ورقه، مش في ورقه. التصويت سري يعني ما يبقاش علنيا. ايوه ما يبقاش علنيا. ليه؟ ما هو انت هتفتحي لي مجال تاني. لما يبقى التصويت مش علني هطلع انا اعمل ابو زيد الهلالي واخش عندي في البلد ده انا عملت لكم جبت لكم الديب من ديله. لا احنا عايزين كل واحد اللي يتكلم يبقى الشعب ما عادش. احنا شلنا الغمه من على عينين الشعب. المفروض الشعب يبقى عارف مين صوت بايه. يبقى عارف حتى لا تحوم حوالينا الشبهات. جميل. لان سيدنا رسول الله قال اياكم مواطن الشبهات. فانا النهارده احنا لما يقصينا من اللجنه كانوا واخديننا ليه؟ طيب ده